سلام الزينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، والفيديو تاعي يلقاكم في صحه وهناء. مرحبا بكم مع اختكم ميلينا. نرحب بالاعضاء اللي انضموا لينا جديد، نقول لكم الدار داركم، ان شاء الله يليق بكم الحال. والاعضاء تاعي قدم لكم انتوما هما اساس الدار. انا اش نقول لكم، بارطاجيو برك الفيديو. جبت لكم فيديو قنبله، مطلوع اللي ما ينجح لهاش المطلوع، ولا اللي حابه دير مشروع يكون صغير تبيع فيه مطلوع للسوبيرات ولا تبيع فيه للحوانت، ما عليك غير تتبعي معايا الفيديو، راح نعطيك كامل الاسرار. هذا المطلوع ما يتعبش، غير بالمغرف ديريه ويجي خفيف ريشه ويجي كما يحب الخاطر. هنا برك تبعوا معايا الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم باش كامل يشوفوا الفيديو تاعي. هنا قبل ما نبدا ونقولوا بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. شوفوا كيف راني نوري لكم فيه، يعني يجي مطلوع ما شاء الله. انا اللي يحبوا ورقيق ولا اللي يحبوا خشين راح نعطيكم كامل الاسرار تاعو. هنا نروحوا للفيديو تاعنا وطريقة التحضير، راح نعطيكم بالكيل يعني مقادير مضبوطة راح تنجحوا كامل فيه. انا قدمته مع شوربة، يعني كم عارفين البرد والشتاء حاجة تاع مطلوع بمطلوع ولا خبز كوشة في الدار راح يكون احسن من الخبز اللي تشريه من برا. انا هنايا عندي جبت الريسيبيون تاعي، هنا عندي كيلة تاع سميد رطب. انا الكيلة نتوما واش تحبوا، انا هذا البول راح ندير ليه ربع خبزات يعني شويه متوسطين، ما هم كبار ما هم صغار. هنا عندي مغرف ونص تاع الخمارات تاع العجين. انا رانا وقت البرد نديرو مغرف ونص، كي يكون وقت شويه دافي ولا تكون الدار تاعك سخونه ديري غير مغرف بزاف تكفي. هنا عندي مغرف تاع سكر، نخلطوا هذو النواشف هاني قلت لكم غير بالمغرف. يدنا راح نديروها كامل في الاخير، يعني مش يحتاج منك هذا المطلوع جهد. بنفس البول اللي عبرت به السميد راح نجيبو الماء دافي، ما يكون سخون بزاف ما يكون بارد، يعني يكون نحدلو شويه الخلعه تاع البروده برك. هنا عندي الكيله الاولى راح نديرو 2 كيلو تاع ماء، ها هي الكيله الثانيه، ونبداو نخلط. هنا النوعيه تاع السميد درت السميد الرطب، يعني اذا كان عندك السميد يكون شويه متوسط هنا راح يحتاج لك الماء اكثر، لان الحبات تاع السميد تاعنا باش ينفتحوا راح ياخذوا لك وقت. انا هنا عندي سميد رطب، راهي هذه المرحله تاع نخلط بالملعقه ونغطيها ونخليها حوالي 10 دقائق. هذه المرحله راح تعوض لي يعني تاع الدليك والعجين وديري الجفنه والدلكي ولا بالبيتخام، ولا هذه مرحله راح نستغناو على هذيك مرحله تاع العجين. وإلا كان عندك سميد شويه حرش هنا من الاحسن تضربيه بالبغاميكسور ولا حتى تضطر الى الطريقه القديمه تاع العجين. انا نغطيه ونخليه حوالي 10 دقائق راح يتضاعف الحجم تاعو ونولو نشوفوه مع بعض. انا بعد مرور 10 دقائق هذا العجين تاعنا هذا المطلوع بالعجين تاعو بالطياب تاعو ما راش ياخذ لكم ساعه. شوفوا الحجم تاعو كيفاه تضاعف ما شاء الله. هنا بالمغرف نعاود نهبط كامل هذه الخموريه تاع العجين، مغرف تاع حديد ولا مغرف تاع حطب. هنا درت حبه البركه ولا السانوج ولا حبه حلاوه، اضافه اللي حبيتي تضيفيها ولا ما تضيفيش ما تضيفيش. نضيفوا ملعقه كبيره تاع الملح شفتوني ما درتوش في الاول، حتى كي يخمر لنا السميد تاعنا بنضيفوا الملح. نخلط بالمغرف ونبدا بنفس البول اللي بدينا به الاول، نديرو البول الاول تاع الفارينه ونبداو نخلطو. هنا بالنسبه للفارينه انا هذا الخليط تاعي خذالي زوج لي بول تاع الفارينه وحاول 2 مغارف كبار معمرين. الفارينه هنا على حسب النوعيه، كاين اللي يشري الفارينه تاع 25 كيلو، كاين اللي يشري تاع الفارينه تاع 10 كيلو، كاين اللي يشري بالعشرة تاع الكيلو، يعني النوعيه تختلف. كاين اللي تمتص الماء بالخف وكاين اللي لا. هنا الفارينه ديروا بشويه وطموا العجينه حتى نوري لكم انا القوام تاع العجين اللي تتحصلوا عليه. هاني غير بالمغرف
راح نزيد الكيله الثانيه تاع الفارينه. انا بقيت ندير بشويه لان قلت لكم النوعيه تاع الفارينه كل نوعيه وكيفاه. هذا المطلوع هايل، يعني في اخر لحظه ما يكونش عندك الخبز ولا تحصلي ترونيه بالخف، يعني بالخف يوجد، بالخف يخمر، ما فيه تعب ما فيه والو، يعني غير بالمغرف تاع الحطب ولا تاع هكا تاع الحديد وانتي فريتي امورك. انا هني كملت الكيله الثانيه، جاتني العجينه شويه تلاصق، راح نزيد حوالي 2 مغارف كبار تاع الفارينه باه نكمل العجينه تاعي. دوك هنا ندخل يدي ها، شوف العجينه هنا مازال طري، راح نزيد له 2 مغارف تاع الفارينه. انا هذه الكميه دارت لي حوالي 4 خبزات تاع خمير، يعني متوسطين، ما همش كبار وما همش صغار. زمان كنا نعجنوا في الجفنه تاع الطين، انا عندي جفنه تاع الطين مش يعني نعجز نجبدها. هذا البول انا نعجن هو يهرب وانا نجري موراه، هو يجري وانا نجري، ما كاش كما حاجه تاع الطين. هاني هنايا وضفت 2 مغارف تاع فارينه، نعجن ونغطي عليها، نلم العجينه تاعي ونغطي عليها، نخليها حوالي تخمر ماكسيمو 10 دقائق راح تخمر. العجينه تاعنا ما تخلوهش يطول باش يخمر، كل ما تفوت له يعني الوقت تاع الخموريه تاعنا العجينه تاعنا كي تجي طيبيه راح يهبط يتسبط يولي ماصه، يعني ما تخلوش الخميره تخدم فوق الحد تاعها، يعني غير تبدا تخمر طيبي. دوك تشوفوا الوقت هنايا اللي كيفاش راح نطيبها. انا دوك نخليها تخمر، نجي نقرصها بيد ما يعني نقرص فيها، راني دايره الطاجين يسخن، يعني مش راح تاخذ وقت بزاف. هنايا هذا هو القوام تاع العجين تاعنا، دوك نغطي عليه ونخليه يخمر المره الثانيه. ها هو شوفوا القوام يقعد يتلاصق، نغطيه ونخليه يخمر ونرجعوا نشوفوا بعد حوالي 10 دقائق ماكسيمو ربع ساعه. هاو بعد ما فات الوقت 10 دقائق ما شاء الله العجينه تاعنا هاهو تخمر. دوك نشمخ يدي في الماء دافي ونهبط الخموريه تاع العجين ونبدا نشكل معكم المطلوعات تاعنا. بالنسبه اللي يبغوا يديروا المشاريع راح تديري كونتيتي شويه كبيره، راح نعطيك واحده الطريقه سهله باش تنجحي في المشروع تاعك، ولا ما كانش عندك يعني مكان وين تحطي الخمير تاعك. حاولي تاخذي طباسه صغار تكونوا متوسطين، ديري رشيهم بالسميد وحاولي تقرصي القرصات تاعك تاع الخمير. انايا كما راكم تشوفوا هني درت شويه سميد وراني نقرص في المطلوع تاعي، درت كميه قلت لكم متوسطين. اذا كانوا تعبيع يعني حتى تبيعيهم هنا ووزنيهم، ديرهم قرصات صغار وديريهم في الطباسه وغطيهم وخليهم كي تجي طيبيهم خبزيهم في الطاجين. كي تجي يخمر العجين تاعك ما تخبزيش في فوق القماش تاع العجين ولا فوق الطبسي، خبزيه في الطاجين هكا راح ياخذوا لك مكان بزاف وراح تنجحي فيه وراح يجي مطلوع خفيف ريشه. بالنسبه لواحد الاخوات قالوا لي احنا المطلوع تاعنا ما نعاودوش نخبزوه في الطاجين، كاين انواع تاع مطلوع، كاين اللي يبغيه خشين كاين اللي يبغيه رقيق، كل واحد كيف يبغيه. انا طريقتي نديرها كما هكا، راني دايره الفرش تاع مخصوصي للخبز رشيته بشويه سميد، نقرص الخبز تاعي كما راكم تشوفوا العجين ونحاول ننفض الزياده ما نديرش بزاف السميد باكي تجي طيبيه في الطاجين ما ينحرقش تولي الدنيا غير تخاخن. خلي يعني قيس من الخبزه تاعك تخبزيها. ها هي درت خبزات صغار ما خبزتهمش بزاف، راح نعاود نخبزهم في الطاجين كي نجي نرمي الخبزه تاعي طيب في الطاجين. نقرصهم هكا كامل، ندير شويه سميد كي نشوف خاص بدات تلصق ما نديرش فوق الزايد ونغطيها ونروح نشعل الطاجين تاعي باه يسخن. انا عندي طاجين تاع الطين ياخذ شويه وقت باه يسخن، مانيش راح نخلي الخمير تاعي ولا المطلوع تاعي راح يطول باش يخمر، بالخف راح يخمر. ها هي قدامكم طريقه ان شاء الله تكون واضحه وكامل تجربوا الوصفه وتجربوا الطريقه وراح تنجحوا فيه. نغطيه ونروح ندير
الطاجين تاعي يسخن. بيد ما يسخن نكون انا هذه النار الخميره بدات تحت تطلع نطيبها على هبايه. هاني غطيتها وندير الطاجين تاعي ونشوفوه نطيبوه مع بعض. ها الطاجين تاعي تاع الطين هنا راه سخن، والمطلوع تاعي ها هو. نعاود نخبز هكا في الطاجين، نسقم الخبزه تاعي مليح. سمحوا لي على الاصوات، راهم دايرين حاله الاشغال اليدويه والاشغال العموميه كاع الشعب قاع راه يخدم. ندير ثقبه في الوسط، تبغوا ديروا تبغوا ما ديروش. هنايا بالنسبه للمطلوع تاعي كان اللي يبغيه يكون خشين يعني فيه البابه يخلي الخبزه تاعو شويه خشان، ولا تحبوه يعني يكون مطلوع عادي خلوه هكا خبزوه شويه في الطاجين. كي بداو يديروا الفقاعات نقلبوا الخبزه تاعنا نطيبوها. هنا النار تكون شويه متوسطه. الطاجين تاعنا الطاجين تاع الطين يبغي شويه النار تكون قاويه في الاول قد ما يسخن، بعد نقصوا النار ونبداو نطيبوا في الخبزات تاعنا. هنا في الاطراف تاع الخبزه تبغوا تحمروها هكا توقفوها على الطاجين تتحمر، ولا ديروها على اطراف النار من الطاجين من تحت. انا عندي شويه هابط ندير له هكا فوق الطاجين. نكمل نطيب كامل الخبزات تاعي بنفس الطريقه. هنا سرحت لكم شويه في الفيديو. طيبهم كامل بنفس الطريقه ونشوفوا المطلوع تاعنا في الاخير في صحن التقديم ولا على طاوله التقديم مرفوق بشوربه. انا كنت دايره شوربه، تبغوا ديروا مع لوبيا مع عدس، المهم الدار اللي يكون فيها عجين تكون فيها بركه. وما احلى الخبز تاع الدار خير من الخبز تاع برا، يعني بين مرات على مرة نشرو خبز تاع برا، لكن تاع الدار يكون احلى واطيب وازكى وطيح فيه بركه. شوفوا النبابل بلا ما ندلكو العجين تاعنا بلا والو، غير بالمغرف يجي مطلوع الله الله عليه. غير تشوفوا النبابل دارو قلبوا الخبزه تاعكم وطيبوها حتى تاخذ اللون الذهبي. ها المطلوعات تاعنا بعد ما طابوا الله يبارك جو محمرين وجو خفاف ريشه. اقسمت لكم باه تشوفوا ما يجيش معجن، يجي طايب ما شاء الله. نتمنى منكم تجربوا الوصفه وتنجحوا كامل في الوصفه وتاخذوا كامل الاسرار ولا يعني لي زاستيس اللي باش تنجحوا في المطلوع تاعكم. وفي اخر الفيديو نقولكم بارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم باش تكبر اللمه تاعنا وتعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى اللقاء.